عيونكم يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون من ضمن سلسله جديده في القناه. اتمنى انها تعجبكم وتنال رضاكم، ويا ريت تشاركوني بتعليقاتكم الجميله سواء بالايجاب او بالسلب، اذا كان هتعجبكم النوعيه دي من الفيديوهات. اذا كان ليكم اقتراحات جديده تكتبوها لي في الكومنتات. كومنتاتكم كلها جميله وشرف على دماغي وعلى راسي من فوق، بتفرحني جدا وبتديني طاقه ان انا اكمل واستمر معاكم في القناه. بدأنا فيديو النهاردة روتين في بيتي في رمضان. ان شاء الله هندخل، بس اول حاجة هبدأ بقى ايه، ان انا يا جماعة ابدأ الملم، بحيث ان العيد خلاص يعني على المشارف اهو، اللهم لك الحمد، يعني انقضى نص رمضان خلاص بيفوت. ربنا يا رب يتقبل رمضان مننا ويتسلمه مننا، امين يا رب. فقلت ان انا احاول الم شويه في البيت، بحيث ان انا ما اسيبش الدنيا مكركبه كده واكوم على نفسي كل حاجه للاخر. بالذات ان انا كنت بحب اعمل الترويقه دي قبل رمضان، بس لظروف معينه كده كنت ناويه ان انا اعزل وما حصلش نصيب في الوقت ده، فقلت ان انا احاول الم البيت في الوقت ده. اول حاجه بدات ان انا اخد غسله، بس بقى الم الغسيل اللي متنطور في الشقه وابدا احطه كده اغسله في الغساله وانا بروق، بحيث ان انا ابقى فضيت المكان وما كومتش الغسيل وسبته على جنب. طبعا نوع الغساله بتاعتي شرب، ولو سالتوني عليها اقول لكم ما بنصحش اي حد بيها يا جماعه، بجد مش حلوه خالص خالص خالص. مضايقاني جدا والله العظيم، بتجهدني جدا في الغسيل. فربنا ان شاء الله يمن عليا بغساله احلى منها باذن الله. قريب باذن الله اجيب غساله تانية احسن من دي، لان الغساله دي مش عجباني خالص. فانتوا رشحوا لي غسالات، انواع غسالات تكون حلوه. يعني في ناس اقترحوا عليا ان هي اجيب الغساله اللي من فوق، الفوق اوتوماتيك، اللي هي بتاخد اي مسحوق بتنظف احسن واكتر. انتوا بالله عليكم اكتبوا لي بقى في التعليقات رايكم ايه في الموضوع ده، واجيب انهي غساله وانهي نوع افضل وكده. وطبعا النوع المسحوق اللي بستخدمه الايام دي هو اريال باللافندر، ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا، بينظف بطريقه حلوه قوي. طبعا يعني مع الغساله واللي انا شفته منها وانه بينظف فيها، فده يعني ايه احطه فوق راسي يعني. وكمان بستخدم فريده معطر، بيديني ريحه حلوه قوي في الغسيل بالذات بعد ما ينشف. بعد كده بقى طلعت على الانتريه وقلت ان انا ابدا انضفه، حتى المفروض ان انا اشيل الكفر من على السجاده، بس انا قلت اكنسها الاول كنسه نظيفه محترمه كده، بحيث ان انا ما اشيلهوش بالتراب اللي عليه، ما اضرش حد وانا بنفضها يعني. وبدات بعد كده ان انا اشيل الانتريه. كنت بحاول والله اعمل زي الفيديوهات اللي هو بتاع اسمهم ايه، بلوجر ولا ايه، ماليش قوي في السوشيال ميديا والله اللي هم لما بيرموا كده الانتريه يقوم جاي الحاجه تنزل مكانها، بس ما عرفتش، ما فيش حاجه ظبطت معايا. المهم قعدت بقى اكنس كويس الانتريه وانضفه، ورفعت طبعا الستاره قبل ما اعمل كل ده، وقبل ما اكنس اول ما بدات قلت ارفع الستاره، لان انا كنت لسه مغيراها، فارفعها من على الارض بحيث اي تراب في الارض ما يبهدليش الستاره بتاعتي. لان الستاره بتاعتي اوف وايت، فلو اتبهدلت طبعا يبقى كده خلاص يعني اتدمرنا، ولازم تتشال تتغسل. قلت ايه اشيلها ارفعها، بحيث ان هو لما يجي على العيد اخدها غيار كده، تبقى حتى لو انا هغسلها ما تبقاش مبهدله قوي. وبعد كده قلت بقى ان انا اظبط الانتريه، ابدا اشفط منه، لو في بقعه اشيلها، اخليه ارجعه جديد، يعني اللي هو ايه تلميعه بسيطه كده. ان انا بجهز البيت للتجهيزه ايه الاخيره، اللي هو لما يجي كده ان شاء الله على يوم الوقفه او قبل الوقفه في يوم، اللي هو يدوب اكنس وامسح الارض فتبقى التنظيفه سهله معايا.
بدأت بقى افرش الانتريه تاني وارجعه زي ما كان. حتى انا ما عملتش الديكورات قلت هبقى اعملها معاكم في فيديو تاني، اجواء العيد في بيتي ان شاء الله تعجبكم وتفرحوا بيها. ودي الحركه اللي كنت بقول لكم عليها، ان انا لما ارمي كده الحاجه تنزل مكانها، بس مش عارفه يعني ما شاء الله هي قدرات، ما ظبطتش معايا اي حركه من الحركات دي، ولكن اللهم لك الحمد ان احنا قربنا نخلص يعني. بعد كده بقى بدأت ان انا ألمع الحيطان بصراحة كانت متبهدلة جدا. أنا كل مرة كنت بجيب مساحة الباركيه وببدأ أمسح بيها، فبتنظف الحيطان وتخليها جميلة جدا. مساحة الباركيه يا جماعة جميلة قوي، مش بس بتستخدم للباركيه، أنا جايبها يعني في بيتي بستخدمها للحوائط عامة، إن أنا باخدها وأحط عليها منظف كويس، يعني منظف للحوائط، ولو في اي شخبطه او اي حاجه مجرد ما بمررها عليها بالعصايه كده بتشيلها. المره دي بقى كنت جايبه الفوط كده بسيطه، الفوط صغيره كده ب10، هوريها لكم في الفيديو دلوقتي. بس دلوقتي قلت زي ما قلت لكم، زي بعد ما شفطت السجاده قلت اشيلها من مكانها بحيث انها ما تبهدليش الدنيا، واشيل السجاده. بس طبعا بصراحه الفيديو اكتشفت ان الكاميرا ما صورتش الباقي، ما صورتش السجاده وانا بشيلها والحاجات دي، فصورت لحد هنا. بس طبعا الخطوات اللي جايه ما شاء الله كلكم ستات بيوت ما شاء الله عليكم وعارفين كل حاجه. هي دي الفوطه اللي كنت بقول لكم عليها، انا كنت جايباها الخمسه تقريبا، 5 فوط ب10 جنيه. بصوا يا جماعه هي رخيصه جدا بس تحفه في الحيطان، تحفه ما شاء الله اللهم بارك، وتنظيفها سهل جدا. فاللي هو حطيت عليها يا دوب زي دوني كده اللي هو ريحه، عشان يدي البيت عندي ريحه، احس ان في ريحه. وطبعا كان عندي رطوبه في الجنب ده، فبدات كنت حاطه خل قبل الدوني وكده، وبدات امسح بايدي، ما مسحتش بمسحه الباركيه. واللهم بارك خلصنا اهو الارض، وقمت جايه فرشه كمان الكفر بتاع السجاده فوقيها، بحيث ان السجاده انا غسلاها فتبقى نظيفه، ما احتاجش ان انا اغسلها من اول وجديد. وكده يكون خلصنا الترويقه، ونخش بقى عشان خلاص دخل علينا الوقت، وحاسه ان المغرب قرب ولسه ما عملتش الفطار لحد دلوقتي. فقلت اخش اعمل لهم اي حاجه. طبعا كنت ناقعه الفريك ومحضره حاجتي، محضره الحاجات اللي هحتاجها النهارده ان شاء الله. هعمل لهم الحمام الكداب، فقلت ان انا هبدأ بقى بخلطة الفريك، ابدأ اعملها الاول، وبعد كده ابدأ اعمل الفراخ، مجهزاها برضو ومجهزة كل حاجة. فان شاء الله كل حاجة يعني جاهزة على العمايل بإذن الله، بإذن الله يعني ننجز وما تاخدش مننا وقت ونحاول نخلص يعني. مع اني كنت النهارده ناويه ان انا اعمل اقلبهم باي حاجه، بس ما نفعش يعني. الحاجه بقى مطلعاها من بالليل، فقلت اكمل واعمل واجبي على اكمل وجه يعني. الله المستعان. بس كان عندي البصل مجفف طلعته وقمت جايه حطاه اللي هي السمنه. الطريقه دي الفريك بالذات واخداها من الشيف، مين كانت؟ الشيف نونا. وبصراحه جربتها في اكلات كتير تحفه، وكله سالني عليها. زي ما شاء الله الفريك بيطلع مفلفل ما بيعجنش وطعمه رائع جدا. اللي هي بتحط البصله في الزبده، وبعد كده بتحط عليها شويه ملح، وبعدين بتنزل بالثوم، فصين توم مطحونين، وبتقلبهم بقى كويس جدا بحيث ان هم يختلط الطعم بتاعهم. وبعد كده بنزل عليهم بالفلفل الاسمر واقلبهم كويس، بسيبها لغايه ما هي احس ان هي داخله على مش الصفار بس، اللي هي دبلت خلاص بقى، دبلت كلها وخدت الطعم كده وامتزجت ببعضها. وبعد كده بقوم جايه نازله عليها بالفريك. طبعا انا الخطوات والله جايبها لكم، حاولت ان انا ما اشيلش اي حاجه من الفيديو غير حاجات بسيطه يعني، بحيث ان انا مطولش الفيديو عليكم. اكتبوا لي انتوا ولو عندكم طريقه احسن من دي اكتبوها لي في التعليقات، وقولوا لي رايكم ايه في فيديو النهارده. وما تنسيش لو ما عملتيش لايك انزلي اعملي اللايك الجامد بتاعك، والتعليق الحلو اللي بيشجعني ما تنسينيش من التعليق، عشان التفاعل بتاعكم كان قليل قوي الفتره اللي فاتت، كان مزعلني جدا وانا منقطعه بقالي فتره. فراجع كده، رحبوا بيا يا جماعه، رحبوا بيا. هي المهم رجعنا بقى بالفريك قلنا وقلبته، وبعد كده نزلت عليه نزلت عليه بطماطميه مبشوره، وبعد كده هقلبه كويس بقى في بعضه بحيث ان هو ياخد من طعم الطماطم. هو كده يعتبر اصلا خلطه الفريك خلصت، ما فاضلش اي حاجه غير الخضره والتوابل بتاعتها يعني. اهو هننزل بالتوابل وبعد كده هيبقى فاضل الخضره. طبعا واحنا بنعمل الاكل ما ننساش
ان احنا نحط نيتنا ان احنا بنعمل افطار صائم، وكل حاجه بتعمليها تقعدي تستغفري وتسبحي وتحمدي الله وتكبري، كل دي حسنات شغاله. فبدل ما احنا قاعدين بنعمل الفطار مش لاقي حاجه بنعملها، او مش لاقي حاجه، لا الحاجات كتير يعني اللهم بارك، ولكن نحاول نستغل وقتنا. ان انتي عددي النوايا، خلي تعبك ده في ميزان حسناتك، يبقى بنيتك نية ان انا بعمل افطار صائم. وقفتك دي وقفة مرأة مسلمة تعبانة في عز صيامها، ارضاء لزوجها، تربية جيل مسلم، تربية ابناء صالحين. ما دي البنية اللي انت بتربيهم، بتدينهم الاكل ده بيخليهم بنيان قوي، فانت بتعديهم جيل سليم. يبقى انت كل ما تعددي نوايا كل ما تاخدي حسنات اكتر. ممكن واحده تقف تعمل الاكل وما تاخدش، يعني تاخد ثواب الاكله اللي هي عملتها، لان اي حاجه بتعمليها في بيتك بتاخدي عليها ثواب، ولكن انت كل ما تعددي النوايا كل ما بتاخدي ثوابات كتير كتير قوي. بعد كده بقى حطيت الخضره في الاخر، وبعد ما بحط الخضره بطفي عشان ما تتبلش، وسبتها لما بردت خالص خالص خالص، لان انا لما هبدا احشي الفراخ ما ينفعش احشيها والخلطه سخنه. طبعا الحمام الكداب هعمله بالوراك المخليه، اهي مخليه انا جايباها كده جاهزه يا جماعه، يا دوب بس نضفتها. في بقى ليها طريقتين ان انت تعمليها، انا بعملها على انها شكل جريب. طبعا سوري يعني انا ما كانش عندي جوانتيات فعملت بايدي، عشان التعليقات اللي هتتكتب او حاجه، انا عملت بايدي. يعني ايه، انا اولادي هم اللي هياكلوا، واللهم لك الحمد، واثقه من النظافه يعني وغاسله ايدي كويس قبل ما اعملها. فخدت الفرخه، والمفروض بقى ان انت في طريقتين، ممكن تشبكيها بخله اسنان، يعني لو عندك خله الاسنان دي تقومي جايه شبكاها واحده من تحت وواحده من الجنب مكان ما انا هخيط. انا بعملهم بالخيط بحس ان هي عملتها زي الجراب، فبقت ماسكه كويس والحشو اللي جواها ما وقعش، وفي نفس الوقت سهل جدا انه يتشال وبيطلع شكلها زي الحمام بالظبط، فبيبقى الشكل لان العين بتتغذى قبل الفم يعني. بس هتلاقيني بقى انا خدتها من الجنب ده زي ما وريتكم، وبعد كده الجنب التاني انا طبعا عملت معاكم واحده، والباقي هعمله لوحدي عشان ما اطولش عليكم الفيديو كتير. والطريقه دي جميله قوي يا جماعه، بيطلع والله طعمه اللهم بارك تحفه تحفه تحفه، جربوها وعلى ضمانتي يعني. بس طبعا قبل ما تعملي اي حاجه حاولي ان انت تبقي موضبه كل حاجتك حواليكي، بحيث ان انت ما تفضليش ترهقي نفسك، بالذات لو هتعملي حاجه في البيت. يعني انا عشان كنت قايمه ناويه ان انا هعمل جزء من البيت النهارده، قلت لا انا احضر حاجه الاكل قبليها، بحيث لما ادخل على المطبخ تبقى الحاجه جاهزه، ما اقفش في المطبخ كتير. وكمان وقت الفطار قرب يدخل، لان خد وقت معايا الاوضه مع بال ما عملتها، ما خدش وقت كبير بصراحه، ولكن انا كنت بادئه متاخر يعني. اهو عملتها بالشكل ده من الجنبين، هيتفضل عندي جنب مفتوح من فوق اللي هو زي الجراب زي ما بوريه لكم بالشكل ده. طبعا في طريقة تانية، في ناس بتلفه في ورق ألمونيوم فويل وتحطه في الشوربة على طول، يعني بتاخد زي ما كنا فاردينه كده، بتحط تحتيه ورقة ألمونيوم فويل، وتقوم جايه حاطه الحشوة في النص وتلف، وتقوم جايه برماه من على الحروف، بحيث ان الألمونيوم فويل يبقى مالكها قوي، هي برماه عليه وتحطه في الشوربة فيستوي هو جوه الورق. بصراحة انا الطريقة دي ما بعملهاش خالص، بسبب اضرار الألمونيوم فويل اللي هو تأثيره على الاكل. فاحنا بنحاول نعمل الحاجه برضو ما نضرش اطفالنا، يعني احنا بنحمل الحاجه عشان نغذيهم مش عشان نضرهم، فنبعد عن اي حاجه بتضر الاطفال. جبت بقى حله وحطيتها على النار، حطيت حبه زيت، وبعد كده هنزل فيها بالمستكه والحبهان. انا سلق الفراخ او البط او الدواجن عامه بحب احط المستكه والحبهان، وبعد كده نزلت بالبصله. طبعا لو عندك بقى جزر حطي، عندك طماطمايه، انتي على حسب الشوربه اللي بتحبي تعمليها. وقمت جايه نازله بالتوابل بتاعتي، اول ما غلت بدات انزل الفراخ قطعه قطعه، بس استنى يعني بنزلها واستنى لغايه ما تبدا اللي هي تبقبق تاني، تطلع بقليل كده من على الوش، وانزل التانيه بحيث ان هي تقفل على الحشوه وما تطلعهاش، ويبقى شكلها جميل يعني. وما خدتش وقت كبير، انتي طبعا زي ما بتختبري الفراخ اذا كانت استوت ولا لا، زي ما شفنا بالشكل ده، وقمت جايه مطلعاها على طول. وطبعا كان خلاص اذان المغرب خلاص قرب، بس اللهم لك الحمد لحقنا يعني. سبت اللي هو اسمه ايه، الشوي، سبته للاخر بحيث ان هو يبقى على التقديم.
واول ما لقيت ان خلاص المدفع هيقرب قمت جايه خدته. والخلطه اللي بحطها على الوش دي الشيخ أبو بتبقى العريش معلقه عريشة كاتشب، عسل علينا معلقه من مستردة، صورتي آل معلقه عمران مايونيز، والرحمن. ومعلقه عسل نحل، نحن الآن في وبحط انتظار عليهم لقاء معلقه اللقاء زيت او الرابع. معلقتين، بقلبهم كويس، وبقوم جايه حطاهم على وش الفراخ، البط، اي حاجه عايزه اعملها، وبقوم جايه حطاها، فبيبقى طعمها اللهم بارك. بعد كده بقى طلعت احضر السفره، لان خلاص كان المدفع ضرب والاذان اذن، فطلعت وضبت السفره وبدانا الاكل. وجينا الفقرة الجميلة اللي بحبها قوي، اللي احنا بنقعد فيها نتكلم من قلبنا. وبما اني اكتر واحدة فلقاكوا بكلمة صباح السعادة صباح السعادة صباح السعادة. فان شاء الله اول حلقة معانا النهاردة في حديث القهوة هتكون عن السعادة. اول حاجه بس قمتي عملتي حاجه تشربيها كده وجيتي ولا لسه؟ فلو ما عملتيش وقفي الفيديو دلوقتي وانزلي اشتركي في القناه زي ما اتفقنا، وبعد كده اعملي مشروب ويلا بينا نكمل حديثنا عن السعاده. تا 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 تارارا، تارارا تارا 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 تا تا، تارا تا 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 تارا تا تا. اقول لكم عن الموضوع ده يا جماعه، حابه اقول لكم عن حاجه هتزهقوا كتير قوي بقى لانكم هتشوفوها في الفيديوهات الجايه، وهي النوتي بوك دي. دي بصراحه هديه كده من شخص عزيز عليا قوي. جه فتره كنت مكتئبه جدا زي اي حد، مفيش بقى الامل وازاي وامل ونهى وكله انتهى من الحياه وكده. فكان اكتر حاجه بيقولها لي خلي عندك امل، لو مفيش امل اعمليه انت بنفسك، ما تستسلميش لحاجه، اصنعي سعادتك بنفسك. ف من ضمن بقى الحاجات الجميله قوي اللي حصلت في الفتره دي، جاب لي الاجنده دي مكتوب عليها اذا لم تجد الامل فاصنعه، اذا لم تجد الامل فاصنعه. يعني لو انت ما عندكيش امل او انت مش لاقيه امل في الحياه، فاصنعيه انت بنفسك، هيكون ليه مذاق خاص بيكي انت، لان انت اللي عاملاه. فمن ساعتها بقى وانا اي حاجه تعجبني اكتبها فيها طبعا، وهي ملازماني، ويا رب ما تخلص، يعني ربنا يمد في ورقها اكتر. عشان كده على طول شعار القناه هتلاقيه اذا لم تجد الامل فاصنع. ومن وقتها فعلا وانا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، على طول بدور على الامل في اي حاجه في حياتي، وحتى لو مش موجوده بحاول ان انا اصنعه بنفسي زي السعاده بالظبط. فاحنا لو مش لاقيينها لازم نصنعها بنفسنا. اوعي سعادتك تتوقف على شخص معين، ما تخليش سعادتك تقف على كلمه لما. يعني انا هبقى سعيده لما اجيب المنتجات المعينه، هبقى سعيده لما اشتري البيت الفلاني، هبقى سعيده لما اجيب العربيه الفلانيه، هبقى سعيده لما اتجوز، هبقى سعيده. كل لما تقولي لما 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 يبقى بتأجلي مراحل السعادة بتاعتك. كده لا، مش هينفع. احنا لازم نخلي السعادة عنوان لحياتك. خلي السعادة من ضمن الفطرة اللي ربنا خلقك عليها. سبحان الله، لو ما كانتش السعادة ليها عظمة وهي هبة من ربنا سبحانه وتعالى، ما كانتش تبقى صدقة، لأن عنوان السعادة إيه؟ هي الابتسامة. فسبحان من قال من أوحى للرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. تخيلي بقى إنك مجرد ما تبتسمي في وجه أخوكي أو في وجه شخص قدامك فأنتي كده تصدقتي عليه. عشان كده عايزين نخلي السعادة هي عنوان لحياتك. ما توقفيش حياتك على اي شخص او على اي حاجة او على اي حدث لمجرد انه محصلش فانتي كده سعادتك واقفة. دي الرسالة اللي كنت عايزة اقولها لك في الفقرة بتاعت حديث القهوة اللي احنا لسه ما شربناهاش لحد دلوقتي، ربنا يستر. وما تكونوش كمان زهقتوا ومليتوا مني. طيب السعادة عشان نبحث عنها، أول حاجة عشان تبحثي عن السعادة لازم تكون الصلة الأساسية اللي انتي مخلوقة عشانها هي مظبوطة في الكيان الصح بتاعها. طب ايه هي الحاجة اللي انتي مخلوقة عشانها؟ اللي هي رضا ربنا. طب ايه هي علاقتك بربنا؟ هل علاقتك بربنا كويسة؟ لو علاقتك بربنا كويسة يبقى انتي أصلحتي كل حاجة في حياتك. انسي بقى اي حاجة، ايا كان علاقتك باشخاص، ايا كان علاقتك بشغل، علاقتك باي حاجة، طالما صلتك بالمولى عز وجل انت مصلحاها
يبقى انت كده قطعتي طريق السعاده بتاعك. سبحان الله. وفعلا تلاقي الشخص اللي قريب من ربنا، اللي بيصلي قريب من ربنا، يستغفر، يعني في صله قويه ما بينه وما بين المولى عز وجل، حتى لو كان بالكلام، المجرد ان بتخاطبي المولى عز وجل، عندك يقين، عندك حسن ظن بالله، اي حاجه بتحصل لك بتقعدي تتكلمي مع ربنا وتقولي له يا رب حصل كذا، يا رب اعمل ايه، فانا عندي يقين ان مفيش مشكله هتتحل غير بمين؟ بالمولى عز وجل. هتلاقي سعادتك خلاص كده، انتي ما شاء الله عندك رضا من جواكي، لان انتي واثقه ان انتي مشكلتك هتتحل. فدي النقطه اللي كنت عايزه اكلمكم عنها، ان انتي ما تعلقيش سعادتك بحد، علقي سعادتك بالمولى عز وجل، وما تخليش السعاده تقف على كلمه لما، لان كلمه لما دي، لما هشتري، لما هجيب، لما اتجوز، لما اعمل، ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. طب ممكن تحصل بس الفترة تكون بعيدة، يبقى أنا كده أجلت سعادتي لمدة طويلة. طب ليه؟ على إيه؟ لأ، أنا أبقى الحالة المزاجية بتاعتي أو الكيان اللي ربنا خلقني عليه، حالتي، مزاجي، أنا مقررة إن أنا هكون سعيدة. السعادة قرار. خدي قرار ان انت لازم هتكوني سعيدة ان شاء الله يا رب. مفيش حاجة هتعكر صفو مزاجي. ممكن حاجات تحصل، احنا بشر، ممكن حاجة تحصل تعكر صفو مزاجك، ولكن تكون مدتها لا تتجاوز المدة اللي هي مخصصة عشانها. ما افورش بقى واكبر المواضيع على نفسي وما ينفعش وازاي وحصل لا لا لا، عدي، بسطي الامور على نفسك. طبعا الكلام بسيط لكن الفعل بيكون شديد، ولكن انتي قدها وقدود، ودي حاجة احنا عايزين نتعلمها، وطبعا الكلام موجه ليا وليكم. طيب بالمناسبة دي يا جماعة، كنت حابة اكلمكم بالذات عن موقف حصل لي بمناسبة ان احنا بنتكلم عن السعادة. الموقف ده ان انا كنت في مرة فرحانة جدا وقاعدة مع اولادي، اللهم لك الحمد، يعني مبسوطين وفرحانين والدنيا حلوة وكده. نيمت الاولاد، وطبعا قلت افتح بقى السوشيال ميديا، اقعد عليها شوية، ناخد جولة كده بقى، يعني نرجع لحياتنا شوية. ودخلت، وفجأة لقيت مزاجي اتعكر بطريقة فوق الوصف. يعني أنا مش عارفة، أنا كنت قاعدة فرحانة مع أولادي والدنيا ماشية زي الفل، وبعد ما قعدت وخدت وقتي، المفروض إن أنا أطلع من الجلسة اللي أنا عاملاها مع نفسي دي فرحانة. فقعدت استغربت جدا من نفسي، ليه أنا طلعت زعلانة؟ ليه حسيت ان جالي شويه اكتئاب، او ان انا جالي حزن او كده، او حاله من الملل، حاله من الضيق، انا مش عارفه ليه. فبدات ادور في الموضوع واقعد مع نفسي، طب انت يا ايه اللي ضايقك في الموضوع؟ طب ما احنا كنا كويسين، طب انت كنتي قاعده مع الاولاد، مفيش حاجه جدت، محدش كلمك، مفيش حاجه طرقت عليكي جديده. فلقيت ان انا بتابع بعض الاشخاص على السوشيال ميديا، ومجرد متابعتهم والوقوف على احداث معينه تخليني انفر من حياتي. بدات احس بضيق، احس بملل. ايه ده؟ ليه؟ هو انا طيب يعني اللي هو تحسي ايه، الناس دي ميك اب على طول، الناس دي فسح على طول، الناس فعلا بتوع الساحل وبتوع، طب انتوا بتشتغلوا امتى بقى وبتصرفوا امتى؟ اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يزيدهم يا رب ويغنيهم. ولكن الحياة، الرسالة اللي عايزة اقولها لك من الموضوع، ان الحياة هي مش حياة سوشيال ميديا وبس. اللي بيتعرض على السوشيال ميديا هي مواقف، انت بيوصلك الرسالة اللي وصلت، لكن حياتهم الاساسية انت ما تعرفيهاش. لقيتي بقى وانت بتتابعي حد بيضايقك، او حد بيعكر صفو مزاجك، او حد بيحسسك بضيق في حياتك، كل ما عليكي انك تعملي الغاء متابعه عادي جدا. يعني حتى لو آية محمود هي اللي بتعمل لك تغيير لصفو مزاجك، اعملي لها الغاء متابعه. دي الرساله من الفيديو ده. ايا كان الشخص اللي بيعكر صفو مزاجك، شيليه من حياتك مهما كان هو مين. احيانا في ناس مصدر للطاقه السلبيه، ليه اخليهم في حياتي؟ انا طالما حياتي اللهم لك الحمد كويسه، واولادي كويسين بصحه وعافيه وماشيه الدنيا مظبوط، المفروض ان انا لما اخد وقت مع نفسي هقعد فيه مثلا على السوشيال ميديا، هقعد اللي هو وقت بقى راحتي انا، المفروض ان الوقت ده يكون صفو كده. فاهمه يعني ايه؟ فاهمه النفس طالع ازاي؟ صفو، في راحه، في سكينه، في استقرار. مش هقعد بقى انقم على حياتي، وطب انا ما عنديش ده ليه، طب ايه ده، طب انا نفسي اجيب الحاجات دي، طب اجيب الفلوس منين، طب الدنيا بقت غاليه، طب مش عارفه. لا 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 لا، نفترض مثلا انك بتتابعي واحده عماله تقول لك الدنيا بقت غاليه، الدنيا بقت نار، ومش هنجيب منين، ومش عارفه ايه.
فعلا الدنيا بقت غاليه وكل حاجه تمام وانا معاك، ولكن في حلول لازم نحطها لنفسنا بحيث ان احنا نطلع منها. احنا مش هنفضل كده. خلي بالك ان انت بتصنعي المستقبل لاطفالك، انت مش لوحدك. وحتى لو لوحدك فانت حياتك المزاجيه إيه اللي هتدمريها؟ هتصرفي عليها اضعاف مضاعفه بعد كده. انت افضل من كده بكتير. اوعي تستسلمي للهزيمه، اوعي تستسلمي للتعب، اوعي تستسلمي للاحباط. خلي السعاده هي رمز حياتك. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. بحبكم جدا في الله، ولكن حبيت النهارده بما اني عماله اقول لكم صباح السعاده صباح السعاده صباح السعاده، فاول حلقه من حديث القهوه تكون عن السعاده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا منه لو باي حاجه ولو معلومه بسيطه قد كده هون. لو استفدتي من الفيديو اكتبي لي بقى في الكومنتات الحاجات اللي استفدتي فيها، اكتبي لي افكار جديده عايزه نشاركها في الفيديوهات اللي جايه. قولي لي رايك في القناه ايه، ايه اللي نفسك يتطور، ايه اللي نفسك يتغير. انا حابه ان احنا نكون اسره جميله مع بعضينا، عيله حلوه كده نكونها مع بعض. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويجعل السعاده طريقكم ويبارك لكم في اولادكم، اللهم امين. مش هطول عليكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.